في حاجات بتتأخر علينا فنفتكر إنها راحت، شغل كنت مستنيه وما جاش، شخص كنت عايز تقابله والموضوع متعطل، حاجة نفسك فيها وكل مرة تقول ليه لسه ما حصلتش، وبتبدأ تقارن وتقول هو ليه غيري وصل وأنا لأ. بس يمكن أنت شايف التأخير وربنا شايف الصورة كاملة. يمكن الحاجة اللي أنت مستعجل عليها لو جت في وقتها اللي أنت عايزه كانت هتتعبك، ويمكن الباب اللي نفسك يتفتح ربنا قافله علشان يحميك من حاجة انت مش شايفها. احنا بنطلب وبنحدد كمان، يا رب دلوقتي، يا رب بالطريقة دي، يا رب زي فلان، لكن ربنا مش بيختار لنا على حسب استعجالنا. فلو حاجة اتأخرت ما تقولش فورا انا منحوس ولا ربنا مش راضي عني. يمكن التأخير مش رفض، يمكن التأخير تجهيز، ويمكن الحاجة اللي انت فاكرها اتعطلت هي اصلا بتتجهز لك بشكل احسن. فاهدى وما تقارنش توقيتك بتوقيت غيرك، لأن اللي مكتوب لك مش هيفوتك، واللي لسه ما جاش يمكن لسه وقته ما جاش. ما تستعجلش حاجة ربنا أعلم بميعادها منك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.